السلام عليكم. هاد الايام الاخيره مواقع التواصل الاجتماعي تفرقعات فيها واحد القضيه اللي دارت بوم في المغرب، دارت واحد البوز كبير خصوصا في الدار البيضاء. القصه على واحد الدري صغير بزاف، يعني ما كيفوتش واحد 12 عام تقريبا، ولاو الناس كيعرفوه بواحد الاسم اللي هو شفار التروتيليت. هذا الدري حسب ما كيتقال في المواقع متورط في سرقه اكثر من 40 تروتيليت ودراجه ناريه من احياء مختلفه في الدار البيضاء. يعني كاين بزاف ديال الفيديوهات اللي خرجوا بان فيهم كيدير داكشي بكل بروده، يعني مولف داكشي، يعني كيمشي بكل برود كيهز التروتيليت وكيمشي بحاله بلا ما يخاف بلا حتى حاجه، يعني كيبان بحال شي واحد محترف في داكشي اللي كيدير. الناس دابا في السوشيال ميديا تفرقات بين جوج ديال الاصناف، كاينين اللي قالوا باللي خاص البوليس يشدوه، راه السرقه كتبقى سرقه يعني بغض النظر على العمر ديالو، وكاين اللي كيقول لك هاد الدري باين عليه محتاج، يمكن شي ناس كيصيفطوه يسرق اليوم يعني، وراه شي ناس وحدين اخرين هما اللي دفعوا باش يدير داكشي اللي كيدير دابا. المهم هاد القصه ما بقاتش غير على السرقه، ولات موضوع كيطرح اسئله كبيره بزاف اللي هما شنو اللي كيخلي طفل صغير يوصل لهاد الطريق ويكون غادي في هاد الطريق ديال السرقه، وفين هي الرقابه ديال العائله ديالو، وواش خاص الجمعيات والدوله يديروا برامج تاطير لهاد الدري اللي كيضيع في صغرو وبزاف ديال الدراري وحدين اخرين. المهم ما كيبانوش هاد الدري دابا تورق، كاينين بزاف عاوتاني ما مورقينش يعني ما بانوش، ولكن هاد الدري راه تورق دابا. المهم المحزن في الامر هو ان هاد الدري باين فيه الذكاء والنشاط، يعني دماغ، يعني ديك الطريقه باش كيسرق كيبان دماغ، ولكن الطريق اللي غادي فيها راه خايبه بزاف. وبزاف ديال الناس دابا كيقولوا لك باللي خاصو شي دعم باش يستغل داك الذكاء ديالو ولا ديك الشطاره ديالو في شي حوايج اللي ينفعوه في المستقبل، ولا واحد الانسان نافع للمجتمع. المهم هاد القضيه ديال شفار التروتينيت بين قوسين ولات مرآة كتعكس الواقع ديال بزاف ديال الاطفال كما قلت لكم اللي طايحين بين الفقر والاهمال، يعني ما كايناش عليهم شي رقابه وكيمشيو لهاد الطريق ولا كيستغلوهم شي وحدين اخرين. وهنا غنطرحوا واحد السؤال كبير اللي هو واش الحل في العقاب ولا خاصنا نحاولوا نفهموا السبب باش هذا الدري يطيح في هذا الشيء وبزاف ديال الدراري وحدين اخرين يضيعوا في هذا الطريق اللي صراحه العاقبه ديالها كتكون خايبه بزاف. المهم خليو لي الاراء ديالكم في التعليقات لتحت، ولايك وسبسكرايب الى عجبكم هذا المحتوى، ونشوفكم في فيديوهات ماجي ان شاء الله. تهلاو في راسكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.